بون فوالا الدراري الوجبه كيف ما كتشوفوا غادي نعطيها ساشا ديال هنا اسي نو 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 الي مانج هما دونك هي اللي كتاكلو كنوريكم ساشا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مجيا اكس. وكيف العادة كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما والاهل والاحباب ديالكم والعائلة الكبيرة والصغيرة والتلكليبات ديالكم يكونوا اون بون سونطي ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما كتشوفوا رجعنا لكم فيديو جديد، معلومة جديدة اللي كنتعلموا كنبارطاجيوها معكم. فاي واحد اول مرة غيلتحق بينا وغيلتحق بالقناة وغيلتحق في العائلة فكنتمنى انه يتابونا في لاشين، ياكتيفي زر الجرس، يخلينا ان كومونتير اللايك وان ديزلايك على حساب واش عجبو الفيديو ولا لا. فكنرحبوا باي انتقاد اللي غادي يساعدنا اننا ندفعوا بالولاعه ديالنا لقدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. ثاني حاجه انستغرام ديالي ها هو، ما كرهتي اي واحد شاف الفيديو يدوز عندي انستغرام، راه كنحاول نجاوب كلشي او اون ميم طون كنعملوا فيه دي نوسيون جداد، كنحاولوا اننا نبدعوا. مؤخرا اجوتينا واحد اللعيبه سي هي انفو ستوري، دونك الناس اللي في انستغرام كيشوفوها هو اننا كنحاولوا نبارطاجيو معلومه خفيفه ظريفه كل نهار. علاش؟ باش اننا ندفعوا بالولاعه ديالنا لقدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك كيف ما كتشوفوا من العنوان اليوم حاولنا نجيبوا وجبه صحيه للكليبات، ولكن لافونتاج ديالها انها بزيرو درهم. في مين كنقول زيرو درهم؟ زيرو درهم ديال بصح، ماشي زيرو درهم وهي مقيومه ب 30 ولا 20 ولا 15 درهم، نو زيرو درهم. كيف ما شفتوا في العنوان ديال لا فيديو، الوجبه ديال اليوم غادي تكون من الريوس ديال الدجاج. طبيعه الحال ملي كنقولوا الوجبه زيرو درهم فهي فيها شويه د الخدمه، دونك خصنا نقيو، خصنا نحيدوا شي حوايج اللي مزيانين للكلب، نخليو شي حوايج اللي ماشي مزيانين للكلب. المهم نعوضوا المسائل باش اننا نحاولوا نهتموا بلا سونطي ولا بصحه الكلب ديالنا. فالوجبه ديال اليوم كي شفتوا الريوس ديال الدجاج هي وجبه مفيده وجد مفيده، حيث انها كتحتوي على البروتينات والدهنيات اللازمه للصحه المتوازنه ديال الكلب. غير هو ماشي وجبه كامله، يعني من الاحسن ما نعطيوها له شي بوحده، فاننا نضيفوا عليها بعض المواد اللي غادي تخلي الصحه ديال الكلب احسن. ففي لا فيديو حاولت انني نجمعكم ما بين الطريقه ديال التنقيه او الطريقه السليمه والصحيه اللي انك تنقي بها الريوس ديال الدجاج، وبطبيعه الحال اعطيتكم وجبه ديال الكليبه ديالي ساشا. كيف ما شفتوا في المقدمه ديال لا فيديو فانا وريتكم يعني فيديو ان الكلبه ديالي غادا كل داكشي بالضبط، يعني ماشي كذبت عليكم او لا زوقتكم كيف العاده، نو عطيت داكشي اللي وجدته عطيتو الكليبه ديالي. فكيف ما شفتوا في المقدمه ديال الفيديو انني حطيت لها الكامل ديالها بداكشي اللي وجدته. دونك الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون فيه الشرح مفصل على الطريقه كيفاش كتوجد هذه الوجبه. فيسوفي انك تمشي عند الجزار قول له يعطيك تجمعهم بيدك، اغلبيه كيكون عندهم محطوطين في شي ستار ولا في شي لعيبه، فجمع داكشي بيدك ومشي للدار ونقيه وتهلا في الصحيحه ديال الكلب ديالك. بطبيعه الحال من الاحسن ما تعطيها له شي ديما، هي الا عطيتيها له ديما ما غضروش باش نكونوا واقعيين، فهمتي؟ غير بطبيعه الحال ضيف لها المسائل اللازمه اللي غادي تخلي الصحه ديال الكلب ديالك مزيانه. فبالنسبه لي هاد الوجبه ديال اليوم احسن 1000 مره من الطعام المصنع اللي موجود في الاسواق. بطبيعه الحال كاين طعام مصنع دو كاليتي مزيانه، ولكن بطبيعه الحال شويه الثمن ديالو غالي. فالبارف كيبقى احسن وجبه، والوجبه اللي هي لوجيك وعقلانيه وطبيعيه للكليبات ديالكم. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون عجبكم. خليكم مع الشرح، خليكم مع الطريقه، وخليكم بالضبط مع الوجبه الصحيه للكليبات ديالكم. دونك فوالا الدراري لافير ساهله. هنا غادي نوجدوا الماء سخون، الخل ولا الليمون بحال انا جو بريفير الليمون، شويه د الليمون فيها باش كيتنقى، شويه د الملح، صافي شويه د الملح، غادي نحيد هاد شويه نحطو هنا مزيان. دونك كيف ما قلت لكم هذا الماء سخون، ضروري باش الدار راه سخون بزاف.
نخلطوا داكشي هذاك مزيان. شنو غادي نبداو نديرو؟ سهله. دونك هادو الريوس الدجاج غادي نقيهم. اول حاجه هو المنقار. المنقار غيتحيد. هاد الجلده انا ما كنبغيش نخليها كامله، كنحيد منها واحد شويه. نحيد هكذا. لوح هنايا راه هادي، نحيد الجلده. نحيد المنقار. لوح هنايا. دونك العمليه كتساعد. نحيد شويه ديال الجلده، نحيد اوسي المنقار. او دونك هكذا حتى كنساليو التنقيه كامله. دونك انا نسالي التنقيه وغادي نرجع نعاود نشرح لكم كيفاش غنكملوا اننا باش نقيوهم. كتلاحظوا الدراري كيف كيخرجوا باهيين. علاش؟ لان الماء سخون هو اللي كيغسلو مزيان. مورا الدراري ما كنساليو الغسيل ديالو، غادي نرجعوه من الماء النوبه الثانيه. علاش؟ باش نحيدو هاد الزاب هذا، هاد الشعر هذا نحاولوا نحيدو له ماكسيموم. علاش؟ حيت هذا فاش كيسخن الماء كيتحيد بسهوله. دونك شنو غنعمل؟ غادي نبدل داك الماء وغادي نخليهم في الماء سخون واحد شويه لو طون نقي لهم شويه هاد الشعر هذا. فوالا هنا هنا هنا. شو طريقه سهله. عاود غسل. هادشي كيدي شويه د الوقت، حاجه اللي نورمال، ولكن راه كينقاموا بزيرو درهم. دونك ضروري اما ما تخسر شويه من وقتك، اما غادي تخسر شويه من فلوسك. فوالا الدراري. دونك انا عطيتكم مثال. ها هي مغسوله معدله منقيه. ها هي نحيدو له ماكسيموم داك الشيوار. ها هي شفتوها؟ ها هي مزيانه. ها هي سمحولي. ها هي منقيه مسكسفه معدله. دونك نسالي التنقيه ديال الاخرين ونرجع معكم. خليكم معايا. دونك فوالا الدراري، مورا ما نقينا الريوس ديال الدجاج مزيان، غسلناهم مزيان، عاودتهم غسلتهم 2 ولا 3 النوبات. دابا غادي نجيو نوجدوا الغوبا اللي غادي نعطي ساشا بالليل. دونك غادي نوجدوا حداكم باش تعرفوا بالضبط شنو غادي نعطيها. دونك الميزان باش كنعطيها الماكله ديالها بالعبار. اللي بغيت نقول لكم بان هذه الماكله هذه واحد نوعا ما ولا واحد 80 حتى 90% صالحه للكلاب اللي كبار، يعني الموين طاي والكغون طاي. كنهضروا جونغ مالينوا، بيرجي المون، وانت طالع الروتوايلر، كانيكورسو، دوار خينتينو، كاع الكلاب الكبار، الاباي، دانوا، سان برنارد، المهم كلاب كبار. اما الكلاب دو بتي طاي اغلبيه ما كيكونش عندهم ضخمهم كبير باش يقدروا يهرسوا هذا الشيء. فالناس اللي عندهم الكلاب كبار اوكي مزيان. الناس اللي عندهم كلاب صغار فهاد الوجبه كيف ما قلت لكم نوعا ما صالحاش، خصها تكون مهرسه او مطحونه. دونك فوالا ها هو الميزان حدايا. دونك غادي نجيب الرويصات ديال الدجاج. باش نكون معكم صريح، هي وجبه مزيانه ولكن نوعا ما ماشي صالحه ديما، فهمتي؟ فمن الاحسن انه يكون كاين شويه د اللحم، شويه د العناق ايتترا، حتى هادو راه فيهم شويه د اللحيمه، ولكن من الاحسن يكونوا اللحم كاين. دونك غادي نضيف معاهم هادو. دونك 3 د البياسات بركه. ها صافي. دونك وصلنا للوجبه مزيانه ديال ساشا. دونك هادشي اللي حاطينه هنا. بطبيعه الحال ما نساوش الخضره
اللي هي جد مهمه بالنسبه للكليبات ديالنا. دونك بالضبط عندي خيزو اولا الجعده اللي كنقولوا حنايا وقرع خضراء. دونك هادو بقاو شاطو غنعملهم مع وجبه اخرى. فوالا الدراري. دونك بقات حاجه وحده اللي هي اولا جوج حوايج. الأولية اللي هو الخرقوم. دونك الميزان هي واحد القضيه كيساعدني على انني نعرف بلوز او موان فين وصلت من ناحيه الماكله. اي فوالا شويه ديال زيت الزيتون. طب دونك كيف ما شفتوا نتوما في الفيديو حنا تكلمنا على الفوائد ديال الريوس ديال الدجاج ديال في الفيديو اللي فات ديال الرجلين ديال الدجاج. دونك هذه وجبه متكامله مزيانه للكليبات، ما كاين حتى شي مشكل، غير كيف ما قلت لكم من الاحسن ما تكونش ديما حيت كاين فيها شي حوايج اللي ناقصين. دونك فوالا الوجبه هي طوب مزيانه بزاف. هانتوما غادي تشوفوا غادي نعطيها ساشا حتى الليل. دونك ليا ما نقدرش نعطيها تاكل هادشي هذا، مي ساشا غادي يجيها مزيانه افيك ان غون بليزير. دونك فوالا هي الوجبه الدراري. كيف ما قلت لكم نقامت بزيرو درهم، مي فريمون زيرو درهم. هي باش نبين للناس بان حنا ما كنحطوش ديك دي تيتر ديال زيرو درهم، مي فريمون زيرو درهم. هادو كتمشي يعطيهم لك مول الدجاج ولا تدخل تنقيهم بيديك راه سا بوز اوكان بروبليم. دونك فوالا الوجبه هي سوبر. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انني نكون فيدتكم. تهلاو في صحه الكليبات ديالكم. خليت لكم راحه والسلام عليكم. دونك فوالا كيف ما شفتوا الفيديو كان عباره عن طريقه تقديم وجبه صحيه بزيرو درهم دو ا زد، يعني من البدايه حتى للنهايه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون فاتكم باش تفيدوا الكليبات ديالكم، حيت كتعرفوا الهدف ديالنا اننا ندفعوا بالولاعه ونتهلاو في صحه الكلب ديالنا، حيت الكلب هو واحد الرفيق اللي كيعيش معك مده طويله، فضروري انك تهلا له في صحته. تحيه كبيره الدراري اللي كيساليو الفيديوهات دائما، اللي كيخليونا ان كومونتير، اللي كيخليونا ان جيم. احتجتوا اي حاجه كلشي في الديسكريبسيون. خليت لكم راحه والسلام عليكم.